السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يعني بصوا بقالي حوالي 3 4 أيام، هو يا 4 يا 5، هو في الحدود ديت ما نزلتش طبعا، وانتوا عارفين كنتش نزلت ليه، ويعني انتوا عارفين اللي فيها. بس الحمد لله، بس النهارده بقى كده الفيديو قصير شويتين 3. وغير كده كمان مش انا اللي كنت ظاهرة فيه، ماما هي اللي كانت محتلة عليه من اوله لاخره. ويلا بقى ما يهمش، ربنا هيعوض علينا في الفيديو دوت، بس ان شاء الله باذن الله من بكرة انا اللي هشتغل لكم بقى في الفيديوهات. ادعولي بس ليحصل حاجة تانية ونرجع تاني زي ما كنا. بس ان شاء الله مفيش اي حاجة هتعطلنا خالص وهترجعنا زي ما كنا تاني. انا بجد كنت حاسة ان انا بموت، السخونية كانت موتاني. كنت مت كده وحيت تاني بالسخونية دي. اول مرة في حياتي تجيلي بالمنظر ده، اول مرة في حياتي من يوم ما اتخلقت على وجه الارض تجيلي السخونية بالمنظر ده. بس الحمد لله بقى طبعا لما اخدت الحقن واخدت العلاج وكده السخونية راحت وكل حاجة راحت، بس طبعا تأثير بقى التعب اللي انا كنت فيه وكده، لكن كل حاجة تمام. وبشكركم كلكم من داخل مصر ومن خارج مصر، كل الناس اللي سألت عليا. بصوا انتوا على راسي من فوق. اهم حاجه كده حطوله لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد بننزله وهننزله ان شاء الله. طبعا في الفيديو دوت ماما البوتاجاز ما كانش عاجبها، تمام. قالت بقى كده عشان مريم ما كانتش عملته بقالها شويه فانا هعمله. هو بصراحه كان يستحق ان هو يتعمل. يعني من اخر فيديو كنت عامله لكم فيه وهو ما كانش متغسل، يعني شوفوا بقى انا بقالي كام يوم وهو ما اتغسلش، وهو اصلا لازم كل يوم يتغسل لان اللي بيعمل عليه حاجه بيوقع عليه. وفاكرين انتوا لما كنت بقول لكم اللي بعد كده اللي هيوقع عليه حاجه يغسلها، اهي الوقت هي اللي بتقولي كده عشان غسلت البوتاجاز يا جماعه. الوقت بتقولي انت عارفه لو وقعت عليه حاجه انت اللي هتغسليه. يعني كما تدين تدين. اللي كنت بعمله فيها بتعمله فيها دلوقتي، بس والله على مين ابدا. اللي يلا بقى، بس ان شاء الله مش هديلها الفرصة ان هي ترجع تقولي كده تاني. ما كانش الدور البرد ده خالص. هي هتنضفه، وهي بصراحة نضفته تنظيفة حلوة. يعني جابت اللي هو اسمه فلاش دوت، اللي هو زي مية النار، عارفينه اللي انا كنت عامله لكم بيه قبل كده. جابته طبعا بقى وعملت بيه وكده، وبصراحة بينضف وحلو. بس بيبقى عايز اللي ياخد باله وكده، ان طبعا هو زي مية نار وممكن يبوظ الايد، يعمل حاجة كده ولا كده. انا كان اخري كنت افضل واقفة كده، افضل انغشها كده وخلاص. يعني بدأت ان انا فوق من امبارح، هو من امبارح الصبح كده بدأت خلاص ان انا اشم نفسي بقى كده، وان انا ايه كده بقى اخد ودي لسه بقى. بدأت العربية تلين لسه. بس بصراحة يا جماعة والله العظيم خلت البوتاجاز حلو قوي قوي كمان. بس البتاع اللي هي حطيته دوت كان حلو، اللي هو بينضف ده. هو اسمه فلاش، يعني انتوا لو رحتوا لأي عطار او اي سوبر ماركت هو بيبقى موجود عند العطار والسوبر ماركت. قلتله مثلا عايزة فلاش او كده هتلاقيه موجود عنده. هو مش غالي، يعني هو رخيص زي الصابون وزي، بس الصابون ما عادش رخيص. هو يعني رخيص ما هوش غالي. بس اهم حاجة مثلا اللي هيجي يعمل بيه وكده يخلي باله، علشان طبعا بيبوظ الايد، وكمان بيحرق وكده، لا طبعا زي مية النار. هو يعتبر الفيديو بتاعنا هيبقى يعتبر اصلا على البوتاجاز، تمام. فمحدش يحاسبنا على الفيديو ده خالص خالص خالص. حاسبوني بقى كده، نبتدي من بكرة نبتدي بقى الحساب بتاعنا. هي يعني ايه قالت لي تعالي عشان بقالنا شوية وكده ونطمنهم عليكي بالمرة، وبالمرة ايه ننضف البوتاجاز. بس بصراحة انبسطت قوي قوي من البوتاجاز لما نضف كده وكان حلو. الحاجة كده بتتعمل بذمة كده. بس اللي زعلني بقى اللي انا كنت بعمله فيها واللي كنت بقوله لها لما كنت طبعا انا اللي ماسكه بقى، كنت الكل في الكل.
دلوقتي بقى هي اللي بتقول لي إيه، انت عارفة لو وقعت عليه حاجة انت اللي هتغسليها، زي ما كنت بقولها بالظبط. بس طبعا يعني كل ده هزار. ايوه بقول لكم. حطوا لايك يا جماعة وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وان شاء الله باذن الله معناش هنرجع اللي احنا كنا فيه دوت خالص. بس هي بتبقى حاجة كده غصبا عن الواحد، يعني انا ولا كنت اعرف ايه اللي هيجرى ولا انتوا كمان، فبتبقى يعني حاجة كده لوحدها. وغسلت لكم كمان اللي هو اسمه الحديد اللي انا لحد دلوقتي معرفش اسمه ايه. اتمنى بقى كده يا جماعة الفيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم اتبخل علينا باللايك والاشتراك في القناة. استنوا فيديو جديد من مريومة، والسلام عليكم.